اهلا وسهلا. عاملين ايه؟ وحشتوني. اخباركم ايه؟ معلش يا حبيبه قلبي، يلا طلبت مني الميزانيه بتاعت ال2000 جنيه اسبوعيا. هما 6 افراد، ربنا يحميهم يا رب ويبارك ليهم. وكان عايزه ميزانيه 2000 جنيه اسبوعيا، وهي عندها طفله عن تلبس بامبرز وايه وفي زبادي في الاسبوع، وكان عايزه مني ميزانيه. ان شاء الله انا عملت لك ميزانيه جميله جدا. معلش هي اتاخرت شويه بس عشان انا عندي ضغط يعني في يعني شويه حاجات كده في البيت، فانا ما عرفتش انزلها لك على طول، فانا مش ناسياكي والله، وعملتها لك وان شاء الله هتعجبك جدا وهتحوشي منها كمان. خلاص، تعالي كده نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله ونبدا عشان مش هطول عليكم. عندنا هنا 2000 جنيه اسبوعيا للاسره 6 افراد. انت قلتي لي الطفله بتلبس بامبرز وزبادي، خلاص، فانا حددت للطفله اسبوعيا ثانيه واحده بس عشان الترابيزه لانها بتحرك الايه الرينج لايت اللي انا بصور عليه. فطفله بتلبس بامبرز وزبادي انا حددت لها 350 جنيه للبامبرز والزبادي. انت بتجيبي علبه البامبرز، انا بجيبها اللي هي اللي برافو دي لبنتي برضو. مش لازم الانواع الغاليه، يعني خلينا خير الامور الوسط. هي ب 180 جنيه دلوقتي و185، انا بجيبها لبنتي، فبتقعد معايا مثلا حوالي عن 15 يوم، فهتغنيكي عن اسبوعين، يعني اسبوع او اسبوع لا هتجيبي بس خلاص هتجيبي مرتين في الشهر. زائد قولي معايا الزبادي عامله لك ليه كام؟ 170 جنيه زبادي في الاسبوع. بسكوتات بقى، نايتيهات، عايزه زبادي بس اللي انت عايزاه. عايزه توفري الزبادي وتجيبي مكانه البان وتعملي لها هي الزبادي في البيت، ماشي اللي يريحك. ففي 170 جنيه زبادي و180 جنيه بامبس كل اسبوع، او كل 15 يوم زي ما تحبي انت حره، او زي ما يعني ايه يكفيك الفلوس. فانت عندك 350 جنيه ده بس زبادي وبامبس، ماشي. كل اسبوع بقى عايزه تشيلي بقى فلوس البامبس بقى الاسبوع ده مثلا عندك، تبقى تشيلي ال 180 دول وتعينيهم او تحوشيهم، انت حره. وعندك كمان 50 جنيه دي تحويش، يعني كل المبلغ اللي هتشيليه عشان البنوته والتحويش 400 جنيه. ما تجيش تجيبي لك حصاله او اي حاجه تحطي فيها ال 50 جنيه دي واعتبريها هم 400 جنيه انت شايلاهم للبنت. سمعاني؟ اسمعيني للاخر وانت هتستفادي اكتر. ال 50 جنيه دي بتاعتك انت تحويش، ماشي. فانت 350 دول هيكونوا في ايدك في بوكتك للبنوته والزبادي، للبامبرز والزبادي. وال50 جنيه دي هتعمليها تحويش، يعني انت تاخدي من ال 2000 جنيه 400 جنيه دول للتحويش والبامبرز، ماشي. هتبقى معاكي 1600 جنيه، ماشي. 1600 جنيه. انا شوفي انا عامله لك ايه برضه عشان انا مش ناسيه لك حاجه. لو انت بتصرفي تموين هتوفري ال 150 جنيه اللي انا حطاها لك زيت وسكر، لو بتصرفي تموين. بس اكيد ان شاء الله تصرفي تموين. لو ما بتصرفيش تموين فانا عامله لك ان انت تجيبي لك ازازتين زيت مثلا في الاسبوع وكيس سكر ب 150 جنيه. ازازه الزيت هتجيبي ازازه الزيت تموين من عندي بتاع التموين، الازازه ب 45 جنيه، هتجيبي لك 2 ب 90 جنيه، قولي 100. وعندك 50 جنيه هتجيبي لي بيهم ايه سكر، كيس سكر ولا حاجه، وهتبقى معاكي فلوس مثلا. لو هتجيبي ازازه زيت غير بتاع التموين، الازازه ب 50 جنيه هتجيبي لك 2 ب 100، وبرده ال 50 جنيه ايه انت معاكي 150 جنيه، المهم تجيبي بيهم ايه كيس سكر وازازتين زيت في الاسبوع، ماشي. عندنا ايه تاني؟ بند اللحوم، ده اول بند. بند اللحوم ده عامله لك فيه 500 جنيه، ماشي يا حبيبه قلبي. ال 500 جنيه هتعملي بيهم ايه؟ يا اما تجيبي لك فرختين وسمك وتمشي الاسبوع بيهم، يا اما هتجيبي لك ب 200 جنيه كيلو بانيه، ماشي، هيمشيك يومين. وتجيبي لك كيلو ونص سمك او 2 كيلو سمك، قولي برضو ب 200 جنيه. وهتجيبي لك مثلا بال 100 جنيه الباقيه دي اجنحه، تعملي صينيه بطاطس بالاجنحه، ماشي يا حبيبه قلبي. فانت معاكي 500 جنيه. انت ايه يعني حاولي تغيري كل اسبوع عن التاني. ممكن اسبوع تجيبي لك مثلا نص كيلو لحمه مفرومه اللي هي مستورده ب 200 جنيه، وتجيبي مثلا ب 300 جنيه الباقيين برضو فراخ، تجيبي ب 300 جنيه مثلا سجق وكبده اللي انت عايزاه برضو مستورد، مش لازم كل حاجه اللي هي البلدي فيه مستورد. والله يا جماعه جميل جدا. فانت يعني حاولي تمشي امورك ما توقفيش عن ما توقفيش عند حاجه. انا مش عارفه اتكلم لان في فرح بره. خلاص، فانا الفيديو ده وفيديو تاني هما 3 فيديوهات مصوراهم في نفس اليوم لان البنوته كانت تعبانه وكده، فصدقتها تنام عشان اصور، عشان ايه ما اتاخرش عليكم في الفيديوهات، فسامحوني. المهم انت معاكي 500 جنيه دي ايه؟ دي لحوم، ماشي حبيبه قلبي، انت حره فيها. عندنا ايه تاني؟ بند الفطار. عندك الفطار
405. 405. عندنا طبق بيض ب180 جنيه. عندنا 80 جنيه هتجيبي لك كيلو جبنه قريش من السوق وانت بتسوقي. وعندنا 55 جنيه لبن، تجيبي اللبن اللي هو السايب اللي هو بيتباع في المحلات او بيتباع مع الفلاحين، الكيلو ب27 جنيه. انا حاطه لك 55 جنيه لبن 2 كيلو، ماشي، ب27 جنيه الكيلو. عندك كيلو فول للتدميس وكيلو فول مدشوش. هتعملي واحد فول تدميس يعني كيلو، هيعمل معاكي مثلا 10 اكياس. ده للفطار كل يوم مع بيضتين، مثلا تطقي بيضتين في حته سمنه ولا زيت وحته الجبنه وكوبايه اللبن، يعني مش في احسن من كده. وعندك كيلو فول مدشوش تعملي طعميه، يعني فول وطعميه وبيض وجبنه ولبن. ايه تاني انت عايزه للفطار؟ خلاص، فعندك 405 ده للفطار، حاجات الفطار. عندنا ايه تاني؟ بند الخزين. الخزين عامله لك 250 جنيه. انت بتقولي ان انت عندك رز، صح؟ طيب انا عامله لك 100 جنيه مكرونه وشعريه، يعني تجيبي لك 2 كيلو مكرونه، الكيلو ب20، وتجيبي لك مثلا نص كيلو شعريه، نص كيلو لسان عصفور، انت حره. عايزه تجيبي لك انت، المهم في 100 جنيه هنا ايه؟ مكرونه، شعريه، عدس. النقص عندك يعني تجيبي من 100 جنيه دي. هتجيبي لك 2 كيلو مكرونه، ال 2 كيلو ب40 جنيه هي الاسبوع. وهتجيبي بقى بال60 جنيه الباقيه بقى عدس، شعريه، لسان عصفور، فاصوليا ناشفه، لوبيا ناشفه، انت حره. دي للبقوليات. وعندك 60 جنيه دي بهارات، ماشي. هتجيبي الاساسيات، بلاش الحاجات البهارات اللي احنا بنجيبها لحد لما تعفن وتسوس عندنا دي، ماشي يا حبيبه قلبي. هتجيبي لك ب20 جنيه فلفل اسود حصى، و20 جنيه كمون زيه، و10 جنيه كزبره، وازازه الخل. انت مش عايزه اكتر من كده، ب10 جنيه ملح، مش هتعوزي اكتر من كده. هتجيبي الفلفل والكمون وتطحنيهم، تحمصيهم وتطحنيهم وتحطيهم في علبهم، والملح، وعندك ازازه الخل، وعندك ايه مش ناسيالك برضو 20 جنيه دقيق. خلاص، 20 جنيه دقيق. تعملي بقى معجنات، عايزه تقلي سمك بتقلي سمك منهم، عايزه تعملي لك مثلا صينيه بيتزا، انت حره. عندنا ايه تاني بقى؟ بند الخضار. بند الخضار عندنا للخضار هيتبقى معانا من الفلوس 295 جنيه. ده باقي الايه؟ باقي ال 1600. هتقسميهم بقى ايه على السوق، ماشي. فانت هتروحي السوق هتقسميهم مثلا على الايه؟ دول السوق، يعني 295 دول السوق، تقسميهم بقى في خضار وفاكهه. هتجيبي مثلا برضو الاساسيات اللي هي البطاطس، بتنجان، طماطم، فلفل، خيار. وبعد كده ايه لو بقي هاتي بقى فاكهه، ماشي. ويا رب يكون الفيديو عجبك. ولو عندك التموين ده، انت عندك تموين، فال 150 جنيه دول حطيهم على فلوس السوق، تحطيهم على الفطار، تحطيهم على الخزين، تحطيهم على اللحوم. انت معاكي 150 جنيه لو انت عندك تموين، فانت حطيهم مكان ما تحطيهم بقى. عايزه تحوشيهم حوشيهم. ويا رب الميزانيه تكون عجبتك. انا هصور لك الورقه اللي انا كاتبه فيها، عشان لو مثلا لو عايزه تشوفي الورقه او تحتفظي بيها برضو تمشي عليها، انا هصورها لك اخر الفيديو واسيبها لك. ويا رب الفيديو يكون عجبك. ومعلش يا حبيبه قلبي اعذريني ان انا اتاخرت عليكي، والله على عيني. واي حد عايز اي حاجه يكتب لي، ولو الميزانيه عجبتك عرفيني عشان تيجي تشجعيني اكتر ان انا اعمل ميزانيات، ماشي. ماشي يا حبيبتي، مع السلامه.